في القرون الوسطى في فرنسا أم عبير كانت عاملة اجتماع عندها في البيت، وبتقول لا الرجالة دي لازم تتظبط، الرجالة بقت بتبات بره وبتغيب بره ومش عارف ايه. طلعت واحدة فيلسوفة من ضمن النساء المحترمات وقالت احنا نجيب لهم سم. معبرة قالت لها الله يخرب بيتك، بقول عايزين نحط حد مش نقيم عليهم الحد. قالت لا لا سم بس مش هيموتوا. قالت لا ما دام كده ماشي. المهم ان هما يجيبوا سم ويحطوه في اكل الرجاله الصبح، وتقول له تعالى يا حبيبي تعالى يا ابو عبير كل احلى فطار لاحلى عيون في الدنيا. وياكل. يفضل طول اليوم زهقان وقرفان وتعبان وبطنه وجعه ودماغه مصدعه، طول اليوم على كده. يروح البيت بالليل تحط له العشاء وتروح حاطه في العلاج. ياكل العشاء 5 دقايق من هنا يلاقي دماغه راقت والدنيا بقت جميلة والصداع راح وكل حاجة بقت تمام. والله والله يا ام عبير فعلا الواحد راحته في بيته. اه راحته في بيته فعلا الحمد لله. جزاك الله خيرا يا ام عبير. كل واحد